انحسار ملحوظ لمجرى وادي العبادلة في الجنوب الغربي الجزائري، وجفاف متعمد تعكس قسوته حالة هذه البساتين التي خسرت حتى خضرتها بعد نهج المخزن المغربي لسياسة سد وصول المياه وجريانها في مسارها الطبيعي، ضاربا بقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة رقم 1803 عرض الحائط. كي نظام المخزن هذا تاع المروك كي كثر علينا السدود ثم لمنا علينا الماء، ثم كون ماش الامطار هذه الاخيره وكان السهل يزيد يموت والفلاحه سايمه لقاو وين يمشوا. حنا عندنا هنايا نجوا للسهل هنا نخدموا والحمد لله يخرج كلش، كاع الخيرات يخرجها. فلاحون ومزارعون وجدوا أنفسهم هنا على امتداد سهل العبادلة يعدون خسائرهم الزراعية التي لم تعد التهاطلات المطرية كافية لإنقاذها، فيما هجر آخرون نشاطهم بسبب سياسة المخزن وانتهاكاته التي تسببت في النضوب المائي بالمنطقة. سد جورج تربة سماهم محاصرون به المغاربة كي داروا السدود هذو، احنا هذا الشيء اللي خلانا عانينا هذه 10 سنوات. احنا راه عندنا مشكل هنا في الفلاحة، المشكل هو نتاع الماء، لأن البراجات زادوه علينا في النظام المخزن، وهذه 5 سنين ولا 6 سنين فاتت علينا جفاف. كما راك تشوف النخل هنايا راه ضاع، كان عندنا هنا الغنم عندنا البقري، بسبب الجفاف ما قدرناش نقاوموا بعنا. الإنجاز غير الشرعي لسدود في الجانب المغربي ومخالفته لاتفاقية دولية ألحق أضرارا جسيمة بالنظام البيئي لحوض واد غير في بشار بالأراضي الجزائرية، تمثلت في أن إنجاز سدود في الجانب المغربي والتي تغطي نسبة 67% من مساحة الحوض تسببت في الانخفاض المحسوس في مياه سد جرف التربة، مع تراجع الطاقة التخزينية لهذا الأخير بعدما كانت تصل إلى 365 مليون متر مكعب، إضافة إلى أن انحسار الزراعة في سهل العبادلة بسبب جفاف مجرى الوادي وتأثر الحوض المائي، كما منعت جريمة المخزن تموين العبادلة والقناتسة بالمياه الصالحة للشرب. مادام الماء ما كانش الحياة ما تلاش، الفلاح ما تلاش يخدم، وهذا السهل راه معروف وطنيا معروف، هذا يقول له سهل العبادلة، هذا يدفع الجنوب الغربي علاه كل شيء كان ناجح فيه، من الحبوب كاملة أنواع الحبوب إلى الخضروات إلى كل شيء. قطعوا علينا الماء ما كانش الفلاح ما تلاش يخدم، ما كانش. التعدي على سيادة الموارد الطبيعية والتصرف في موارد دول جارة انتهاك لاتفاقيات دولية صنفه خبراء ضمن الاعتداءات المتواصلة على المياه العابرة للحدود، بخلفيات سياسية يحاول من خلالها المخزن جر الجزائر إلى حروب مائية مفتوحة. السلطات العليا وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية أدرج تنمية المورد المائي ضمن الأولويات، سواء من ناحية توفيرها أو ترشيد استهلاكها، ناهيك عن ضمان تقليص وتخفيض خطر هذه التغيرات البيئية على الساكنة والممتلكات. تصديا لمحاولات المخزن التوسعية على الثروات الباطنية، أنشأت الجزائر آلية للتشاور بشأن المياه الباطنية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، ما يعد نموذجا للتعاون الإقليمي الناجح على صعيد استغلال المياه، مبدية إرادة قوية للانخراط والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والوقاية من النزاعات.